هلو دكاتره تالتة اعدادي عاملين ايه؟ انا دكتور ناهد محمد. طبعا احنا السنه دي عندنا سنه مهمه جدا، احنا شهاده وعايزين نجيب درجات حلوه. من اهم المواد اللي عندك اللي هتساعدك تجيب درجات حلوه لو ركزت فيها وفهمتها كويس هي الساينس. النهارده هنشتغل مع بعض حاجه لذيذه كده وبسيطه. عندنا النهارده كورس. يعني ايه كورس؟ يعني هديلك شويه اساسيات هنحتاج لها في منهجنا. هنتكلم عن المنهج بتاعنا بشكل كده خفيف وسريع. هقول لك المنهج متقسم لايه، ايه اليونتس اللي عندنا، وهقول لك شويه معلومات خفيفه هنحتاج لها في المنهج. يعني مش هقول لك حاجه انت مش هتحتاج لها، كل اللي هقوله لك النهارده مطلوب منك وهنشتغل بيه ان شاء الله طول السنه. طيب اول حاجه احنا المنهج بتاعنا متقسم لفور يونتس، كل يونت بتتكلم عن موضوع معين، وطبعا اليونت متقسمه دروس. طيب تعالى نمسك كده اول يونت نشوف بيتكلم عن ايه. اول يونت بيتكلم عن الاوبجكتس، الاجسام اللي موجوده حوالينا. دلوقتي مثلا انا موجوده هنا بصور، موجوده مثلا انا والبورد والكاميرا والتكييف، في حاجات موجوده حواليا. لو انا هقسم الحاجات اللي موجوده والله هقسمها لنوعين. لو هي ساكته في مكانها ما بتتحركش هقول عليها ستاتيك او هقول عليها اترست. زي مثلا البورد، هي البورد بتتحرك؟ لا. الكاميرا ثابته في مكانها، يبقى دول بقول عليهم ستاتيك او بقول عليهم اترست. طب وانا والله لو انا واقفه كده قدامك اهو زي ما انا كده ما بتحركش يبقى انا ستاتيك. طب وكده؟ لا، انا كده بعمل ايه؟ بعمل موشن. احنا بقى في منهجنا الترم ده هنتكلم عن الحاجات اللي في حاله موشن. تمام؟ طيب يبقى انا دلوقتي اهو بقول لك بقسم الاوبجكتس، يا اما ستاتيك يعني حاجه ما بتتحركش، يا اما في حاله موشن. طيب ايه انواع الموشن اللي عندنا يا دكاتره؟ ترانزيشنال موشن وبيريودك موشن. يعني ايه ترانزيشنال موشن ويعني ايه بيريودك موشن؟ كل واحده فيهم معناها ايه؟ والله ترانزيشنال موشن لو انا مثلا جيت قلت لك ان حاجه اتحركت وخلاص، يعني عربيه مثلا بتتحرك وراحت واخده الطريق مثلا من اوله لاخره، مشيت مثلا من المكان ده للمكان ده كده وركنت، خلاص دي كده اسمها ترانزيشنال موشن، حركه كده حصلت وخلاص. انما ايه البيريودك موشن؟ المروحه مثلا وهي بتلف، الريش بتاعت المروحه وهي مقفوله كل ريشه فيهم ثابته في مكان، تبدا بقى المروحه تشتغل، هتبدا ان هي تتحرك ترجع لنفس المكان، تتحرك ترجع لنفس المكان، حركه عماله بتتكرر وبتتعاد، فدي بنسميها بيريودك موشن. خلاص انا دلوقتي مثلا واقفه قدامك اهو، بدات اتحرك كده، جيت ناحيتك ووقفت، دي كده ايه؟ ترانزيشنال موشن. انما مثلا لو انا واقفه في مكاني وبعمل كده كده كده، عماله اعيد نفس الحركه بنفس الشكل كل شويه، يبقى دي كده اهو يبقى اسمها ايه؟ بيريودك موشن. يبقى دي كده اهوت انواع الموشن. طيب بعد كده انا جايبه لك هنا اهوت صوره شويه حاجات، طبعا ايه اللي فيهم ستاتيك وايه اللي موشن؟ عندك بيت وشجره، دول اكيد ايه؟ ستاتيك اوبجكتس. واحد بيلعب كوره وعصفوره ونح، اكيد طبعا دول حاجات في حاله موشن. طيب انا دلوقتي ماليش دعوه بالحاجات اللي في حاله ستاتيك دي واقفه ساكته في مكانها وملناش دعوه بيها، عايزين نتكلم عن الحاجات اللي في حاله موشن وبتتحرك. انا هسالك سؤال، انت لو قاعد في البلكونه وبتتفرج على العربيات اللي في الشارع، وفي عربيتين مثلا ماشيين قدامك، وانت قررت توصف العربيتين اللي بيتحركوا، هتوصفهم ازاي؟ هتقول ايه ده سايق بسرعه زي المجنون، وده سايق بالراحه وباله طويل. يبقى انا بوصف الموشن عن طريق حاجه اسمها السرعه. يعني ايه سرعه؟ يعني سبيد. لما نتكلم عن السرعه والسبيد ما ينفعش نتكلم عن حاجه من اهم ذكريات طفولتك. ايه الحاجه ديت؟ الحدوته المشهوره بتاعت الارنب والسلحفاه. انا عندي هنا اهو سبق، ادي الارنب وادي السلحفاه. بص الارنب طلع يجري ازاي بسرعه، والسلحفاه لسه تمشي نقطه نقطه. بص بقى الفرق ما بينهم، الارنب بنقول عليه ان هو ايه؟ فاست، والسلحفاه هنقول عليها ان هي ايه؟ سلو. حلو قوي. يعني ايه بقى حاجه فاست ويعني ايه حاجه سلو؟ ايه معنى الكلمتين دول؟ والله عندي الحاجه الفاست، خلاص يبقى انا دلوقتي عايزه افهم يعني ايه حاجه فاست ويعني ايه حاجه سلو. تعالى نقول الكلمتين اللي احنا قلناهم من شويه. يعني ايه اصلا موشن؟ يعني ايه حاجه بتتحرك؟ يعني حاجه بتغير البوزيشن بتاعها. يعني ايه بوزيشن بتاعها يا دكتور؟ يعني انا مثلا العربيه دي دلوقتي واقفه في المكان ده، خلاص بدات تتحرك، ده كده البوزيشن الاساسي بتاعها، بدات تتحرك
وجت وقفت في المكان ده، يبقى هي غيرت البوزيشن. طب سؤال، هي وهي بتغير البوزيشن بتاعها اتحركت مثلا من هنا الساعة 3، وصلت هنا مثلا الساعة 3:05، يبقى في وقت بيتحرك معايا، في وقت بيتغير هو كمان. يبقى لما اجي اقول يعني ايه جسم بيتحرك، يعني ايه جسم في حالة موشن، يبقى انا هقول ان الجسم ده بيغير البوزيشن بتاعه، بيغير مكانه، واكيد انا هغير مكاني الوقت هو كمان بيعدي. يبقى الموشن هي change the object position as time passes. دي حاجات بتتحرك. انا وانا بتحرك ممكن يكون شكل الحركه بتاعي حاجات كتير، ممكن اكون ماشيه ستريت، ممكن اكون ماشيه سيركيولر عماله الف، ممكن يكون حاجه ماشيه زجزاج بتتحرك، يعني في اشكال مختلفه للحركه. بس طالما الحاجه بتحرك البوزيشن بتاعها والوقت بيعدي، يبقى دي في حاله موشن. انما لو الوقت بيعدي والحاجه ثابته في مكانها ما غيرتش البوزيشن، يبقى دي في حاله بنقول عليه ان هو ايه؟ استاتيك. طيب الحاجه الثانيه اللي بنتكلم عليها انه طالما انا هتكلم عن الموشن يبقى انا بتكلم عن السرعه. لما حاجه بتتحرك قدامي وعايزه اوصفها، هوصفها من ناحيه السرعه، من ناحيه السبيد بتاعتها. يعني ايه الارنب سريع والسلحفاه بطيئه؟ بقى ايه بقى الموضوع؟ انا دلوقتي مثلا هتكلم معاك في حاجه تانية. انا دلوقتي بذاكر وواحده صاحبتي برضو بتذاكر، انا ممكن اخلص 10 صفحات في ساعة وهي تخلص نفس ال10 صفحات في نص ساعة، يبقى مين اسرع؟ هي. يبقى هنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ السرعة هي عبارة عن ايه؟ مش انا بمشي مسافة، انا لما بسوق العربية بتاعتي مش مشيت مسافة، يبقى ديستنس، انا مشيت ديستنس. الديستنس ديت مش انا مشيتها في وقت معين، يعني انا مثلا مشيت 100 كيلو، 100 كيلو دول مشيتهم في ساعتين، يبقى الديستنس اللي انا مشيتها في وقت قد ايه؟ يبقى ايه هي السبيد يا دكتور؟ هي سرعتك. يعني ايه سرعتي؟ يعني المسافة اللي انا مشيتها في وقت قد ايه؟ يعني ايه سرعتي في المذاكرة؟ يعني انا سرعتي اخلص كام ورقة في وقت قد ايه؟ سرعتي وانا سايقه العربيه اخلص كام كيلو في وقت قد ايه؟ يبقى السبيد زي ما اتفقنا هي distance covered in unit time، المسافه اللي انا همشيها في وقت قد ايه. طيب انا عندي دي عربيه اهي بتمشي، لما احب اقيس سرعه العربيه، بص بقى خلينا نتفق معاك على حاجه. انت هتسمع الكورس ده وانا هقول لك سؤال، والسؤال ده هتجاوبه، واللي هيجاوبه صح ويكتبه في الكومنتات صح هو اللي هيكسب معانا. خلاص؟ ايه بقى السؤال؟ تعالى كده اهوت نشوف كده سؤال دلوقتي. انا دلوقتي عندي العربيه ديت ماشيه، يعني ركز معايا في الشرح والسؤال هقوله لك كمان شويه، بس ركز في الحته دي. العربيه دلوقتي ماشيه، فانا عندي حاجه في العربيه بتقيس سرعتها. يعني انت لو نزلت ركبت مع باباك او مامتك العربيه، في حاجه كده قدامهم في العربيه بتقيس السرعه، انا عايزه اعرف الحاجه ديت اسمها ايه. دي اول جزء في السؤال، ماشي؟ طيب فانا بقيس المسافه اللي العربيه هتمشيها، وليكن انها مشيت مثلا 100 كيلومتر. طبعا احنا الديستانس المسافات بنقيسها بكذا يونت، بس اشهر يونت عندنا في العربيات الكيلومتر. مشيت ال100 كيلومتر ده مثلا في ساعتين، فهعمل ايه؟ هقيس سرعتي ازاي؟ يبقى سرعتي هي المسافة اللي أنا مشيتها في وقت قد إيه؟ يبقى distance divide time. والقانون ده إحنا لازم هنشتغل بيه في المنهج بتاعنا وبيجي كتير جدا في الامتحانات. يبقى السبيد هي الديستانس المسافة اللي أنا مشيتها في وقت قد إيه؟ طيب بص بقى، تعالى عايزة أتفق معاك كده يا دكتور على حاجة. أنا دلوقتي اتفقت معاك إنه انا هكتب قانون، وانت على فكره راجل شاطر وواخد قوانين كتيره في اولى اعدادي وفي تانية اعدادي، وعارف ان احنا لما بنكتب قانون عندنا حاجه اسمها ماجيك تراينجل كده بنعملها، صح؟ طيب المهم ان انا في الماجيك تراينجل او في اي قانون بنعمله ما بنكتبش كلام، بنكتب سيمبلز، بنكتب حروف. السبيد بنديها حرف الفي. ليه يا دكتور حرف الفي؟ هو مش المفروض السبيد اول حرف فيها اس؟ ليه ما سميناهاش اس؟ هقول لك بعدين، بس دلوقتي عايزاك تفهم حاجه صغيره.
ان سرعتك في كلمتين اسمهم سرعه، يا اما سبيد يا اما فيلوسيتي. ايه الفرق بينهم؟ هناخده قدام في المنهج بالتفصيل، بس هقوله لك دلوقتي بسرعه. دلوقتي لو انا قلت لك ان مثلا في عربيه مشيت بسرعه 100 كيلومتر في الساعه، دي كده اسمها سبيد. انما لو قلت لك العربيه دي مشيت بسرعه 100 كيلومتر في الساعه بس في اتجاه النورث مثلا، يعني حددت لك اتجاه معين العربيه مشيت فيه، طالما انا حددت لك اتجاه معين يبقى السرعه في الحاله دي بنسميها فيلوسيتي. تاني، سرعتك يا اما بنقول عليها سبيد يا اما بنقول عليها فيلوسيتي، هندرس الفرق بينهم بعدين. اللي انا هقوله لك دلوقتي كده خفيف وبسرعه، ايه الفرق الاساسي؟ انا دلوقتي سايقه عربيتي وخلاص مش محدده لك اتجاه، سايقاها بسرعه مثلا 100 كيلومتر بير اور، يبقى دي اسمها سبيد. لكن لو قلت لك العربيه دي ماشيه بسرعه 100 كيلومتر بير اور في اتجاه النورث او في اتجاه الساوث، يبقى دي كده هوت اسمها فيلوسيتي. احنا بقى في القانون هم اختاروا حرف الفي بتاع الفيلوسيتي يحطوه في القانون. طيب، واحنا قلنا ان السبيد distance divide time، هناخد بقى الحروف بتاعتهم زي ما اتفقنا كده يا دكتور. السبيد هنديها حرف الفي اللي خلاص احنا عرفنا السر بتاعنا جاي من كلمة فيلوسيتي، والديستانس هنديها حرف الدي، والتايم هنديله حرف التي. فبقى عندي القانون في بتساوي دي ديفايد تي. هقول لك بقى على حاجة مهمة جدا. الأول عايزة أسألك، فاكر لما كنا بنقول إن في حاجة اسمها دايركت وحاجة اسمها inversely أو indirect؟ دي يعني إيه؟ direct relation يعني حاجتين بيقلدوا بعض، لو ده increase ده increase زيه، لو ده decrease ده decrease زيه، قلود، يبقى ده كده هوت اسمه إيه؟ direct relation. أمال يا دكتور كان إيه الindirect أو inversely؟ عكس بعض. بص، اول ما اشوف صاحبي بيقول كده اعمل حاجه عكسها على طول، هو يعمل حاجه انا اعمل عكسها، هو كده، هو يزيد انا اقل، هو انكريز انا ديكريز، هو ديكريز انا انكريز، ماشيين عكس بعض. يبقى دي بنسميها انفيرسلي او بنسميها اندايركت. هقول لك بقى على سر هيساعدنا قوي قوي وهيساعدك كمان في ثانوي قوي. لما يكون عندك اي قانون، بص كده، دي السبيد ماشي، في عندك قصادها حاجه فوق وحاجه تحت، اللي فوق مع اللي فوق مين؟ السبيد مع الديستانس، مش هما الاتنين فوق زي بعض؟ يبقى دول بينهم دايركت ريليشن. انما السبيد فوق والتايم تحت، يبقى كده السبيد والتايم بينهم اندايركت ريليشن. السر ده تحطه لي حلقه في ودانك، هنحتاج له كتير جدا. هقوله تاني. دلوقتي احنا اتفقنا ان السبيد بتساوي الديستانس ديفايد التايم. اي فراكشن في القانون تبص عليه كويس، انا ادي السبيد، في جنبها حاجه فوق وفي حاجه تحت، اللي فوق قصادها بينهم دايركت، ما انا فوق زيك، يبقى احنا دايركت زي بعض بنقلد بعض. انما اللي تحت لا، انت فوق وانا تحت، احنا كده عكس بعض، يبقى دي كده اندايركت. يبقى السبيد والديستانس بينهم دايركت ريليشن، انما السبيد والتايم بينهم اندايركت ريليشن. يعني ايه يا دكتور؟ بالعقل، مش انا قلت لك لما ده يزيد زيه دي دايركت؟ طيب، هو انا دلوقتي لما الديستانس تزيد هيحصل ايه للسبيد؟ برافو عليك، هيزيد. ما لما انا امشي مسافه اكبر ده معناه ايه؟ معناه ان انا ماشيه بسرعه اكبر. طيب لما سرعتي تزيد همشي مسافه ايه؟ همشي مسافه اكبر. كل ما زودت السرعه كل ما شديت حيلي همشي مسافه اكبر. يبقى لما سرعتي بتزيد يبقى انا همشي مسافه اكبر. لو انا عندي عربيتين هما الاتنين انا حاسبه لهم في ساعه، هشوف كل واحد فيهم في الساعه، انا مثبته ساعه ليهم هما الاتنين، هقول لهم انا ظبطت لكم اهو الستوب ووتش على ساعه، ووريني كل واحد فيكم في الساعه هيمشي قد ايه. ده في الساعه مشي 100 كيلو، والتاني في الساعه مشي 300 كيلو. مين اللي مشي مسافه اكبر؟ اللي مشي 300 كيلو. يبقى مين اللي سرعته اكبر؟ اللي ماشي 300 كيلو. يبقى تاني، طالما السبيد والديستانس هما الاتنين فوق يبقى دي دايركت ريليشن. يعني ايه دايركت ريليشن؟ يعني انا كل ما شديت حيلي ومشيت مسافه اكبر يبقى انا ماشي بسرعه كبيره،
وكل ما مشيت بسرعه كبيره يبقى هقدر امشي مسافه اكبر. يبقى دي كده دايركت ريليشن. طب نيجي للتايم. انا خلصت مذاكره ال10 صفح في ساعه، وانت خلصت مذاكره ال10 صفح دول نفسهم في نص ساعه، يبقى مين اسرع؟ برافو، اللي خد وقت اقل. يبقى اللي ياخد وقت اقل يبقى هو ماشي بسرعه كبيره. انا هسافر من هنا لاسكندريه في ساعتين، وانت سافرت من هنا لاسكندريه في 3 ساعات، يبقى مين فينا اللي ماشي بسرعه؟ ها، انا مشيت في ساعتين وانت مشيت في 3 ساعات. مين اولا خد تايم اكتر؟ انت خدت تايم كتير، يبقى السبيد بتاعتك قليله عشان في ما بينهم inversely relation. انا خدت وقت قليل، يبقى انا سرعتي كانت ايه؟ سرعتي كانت اكبر منك. يبقى هنا السبيد السرعه. لما يكون عندي حاجه بتمشي وانا عايزه اوصف الحركه بتاعتها، هوصف حركتها ازاي؟ هقول ده سريع وده بطيء. طب يعني ايه سريع ويعني ايه بطيء؟ يعني سبيد او فيلوسيتي. طيب يعني ايه سبيد او فيلوسيتي؟ يعني ايه سرعتك؟ يعني المسافه اللي انت مشيتها في وقت قد ايه؟ مشيت مسافه كبيره يبقى انت سريع، خدت وقت قليل يبقى انت سريع. يبقى انا عندي حاجتين بيأثروا على السبيد، الديستانس والتايم. الديستانس دايركت، كل ما مشيت مسافه اكبر يبقى انا راجل سريع، كل ما كانت سرعتي كبيره همشي مسافه كبيره. خلاص، دايركت ريليشن ما بين السبيد والديستانس. طب بالنسبه للتايم لا، انفيرسلي، كل ما كانت سرعتي كبيره يبقى انا هحتاج وقت قليل. هما الاثنين عكس بعض. طيب تعال نشوف بعد كده. ده كده هو اللي انا كنت بتكلم عنه، ده كان اهم حاجه عندنا في يونت 1، وده هيبقى القصص اللي بنتكلم عليها في يونت 1. نيجي بقى ندخل على يونت 2. يونت 2 لذيذه لذاذه مش ممكن، وعلى فكره حاجات منها انت عارفها قبل كده. فاكر لما انت درست قبل كده اللايت ريفليكشن واللايت ريفراكشن؟ في حاجه اسمها لايت ريفليكشن وفي حاجه اسمها لايت ريفراكشن. ايه الفرق ما بينهم؟ ريفليكشن دي عامله زي ايه؟ لو انا دلوقتي ماسكه كوره وقدامي الحيطه، رحت ماسكه الكوره وحدفها على الحيطه، الحيطه هتعمل ايه؟ الكوره هتخبط في الحيطه وترد عليا تاني، هي كده عملت ريفليكشن. او مسكت الكوره حدفتها على الارض، هتعمل ايه؟ هترد على فوق. ان هي ترد وترجع دي كده اسمها ريفليكشن. اللايت هو كمان بيعمل ريفليكشن. ازاي يا دكتور اللايت بيعمل ريفليكشن؟ هقول لك على حاجه. هو انا دلوقتي لو قاعدين في الاوضه وقفلنا النور، حد فينا هيشوف حد؟ لا، اصل انت يا دكتور مش ملاك، فمش بتشع نور، مش ماشي منور، فبالتالي احنا مش بنطلع نور. امال احنا بنشوف بعض ازاي؟ طول ما النور مقفول مش هنشوف بعض. لما بفتح النور بيجي يخبط فيا، فانا اروح عامله له ريفليكشن، كأن حد حدف كرة على دماغي ورحت انا مبصياها كده. اللايت هو بيعمل ريفليكشن، هيجي في عينيك فانت هتشوفني. تاني زي ما انا دلوقتي، يعني ايه ريفليكشن؟ انا ماسكه كوره ورحت حدفاها على الحيطه، خبطت في الحيطه وعملت ريتيرنينج باك، رجعت لي تاني. لما تعمل ريتيرنينج باك وترجع لي تاني يبقى هي كده عملت ريفليكشن. اللايت هو كمان بيعمل زي الكوره ريفليكشن، هسميه لايت ريفليكشن. انا دلوقتي لو طفيت النور انت مش هتشوفني. طب لما بفتح النور ايه اللي بيحصل؟ النور بيجي بيخبط فيا وانا اعمل له ريفليكشن، ابصيه كده كأن كوره جت وانا حدفتها. اللايت اللي اتحدف ده وحصل له ريفليكشن هيجي على عينيك فانت تشوفني. وانت درست قبل كده اللايت وهو نازل اسمه ايه؟ اسمه انسيدنت، وهو راجع بيبقى اسمه ريفلكتد. يبقى انا دلوقتي لو انا عايزه اقول الكلام ده اهو، بص كده، انا دي مثلا الحيطه اللي هيجي عليها اللايت، دي كده حيطه هيجي عليها اللايت وهو نازل بسميه ايه؟ بسميه انسيدنت. قول معايا كده، انسيدنت. خبط وعمل ريتيرنينج باك، عمل ريفليكشن، يبقى وهو طالع كده بسميه ريفلكتد راي. يبقى تاني، اللايت وهو نازل انسيدنت، خبط ورجع ريفلكتد. خلاص، يبقى كده عندي انسيدنت لايت وعندي ريفلكتد لايت، بيبقى في ما بينهم خط كده ثابت ما بينهم اسمه النورمال. وعندي طبعا في هنا هوت انجل موجوده ما بين الانسيدنت والنورمال اسمها انجل اوف انسيدنس، وفي انجل
ما بين النورمال والريفلكتد بسميها، برافو عليك، انجل اوف ريفليكشن. تاني، incident light وانجل اوف انسيدنس، reflected light وانجل اوف ريفليكشن. تاني بص اهو، اللايت وهو نازل، بص كده، تعالى ارسمها لك انا هنا اهو، دي مثلا حيطه ماشي، اللايت جه نزل عليها وهو نازل عليها هسميه ايه؟ لا علي صوتك مش سامعه، برافو عليك، هسميه incident ray او incident light. خبط هنا وراح راجع، وهو راجع بسميه ايه؟ بسميه reflected ray. ما بينهم هنا كده خط في النص كده ما بينهم بنسميه ايه؟ بنسميه النورمال. انا بقى شغلي من النورمال، ما بين النورمال والانسيدنت راي الانجل دي كده هسميها الانجل اوف انسيدنس. تمام؟ هنا بقى الانجل التانية ما بين النورمال برضو، بس ما بين النورمال والريفلكتد، يبقى هسميها انجل اوف ريفليكشن. وطبعا هنحتاج الكلام ده في شغلنا. احنا بقى في شغلنا في يونت 2 ده، دي مش حيطة، دي هتبقى الميرور، المراية. فاحنا هنفهم ازاي ان انا لما بقف قدام المراية بشوف نفسي. هنفهم ده بالظبط، ونعرف ازاي اللايت بيجي علينا وازاي بنظهر صورتنا قدام المراية. كل ده هناخده مع بعض بالتفصيل في اليونت 2. خلاص، يبقى احنا هنا اتكلمنا عن الريفليكشن. انا قلت لك خلاص اللايت نزل خبط، ده كده اسمه انسيدنت راي، عمل ريتيرنينج باك اسمه ريفلكتد راي، وما بينهم عندي النورمال. هنشوف الكلام ده ازاي هنطبقه على المرايات. طبعا لما نيجي نقف قدام المرايه، المرايات ليها انواع. الانواع اللي احنا متعودين نشوفها، المرايه اللي عندنا في البيت، ما تجيش تقف قدام المرايه وتقول لا 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 المرايه دي مبيناني قصير، انا اطول من كده، لا هو ده طولك. ما تجيش تقف قدام المرايه وتقول ايه ده المرايه متخناني قوي، لا يا باشا انت تخين، يبقى هي المرايه مطلعاك بنفس الطول وبنفس العرض وبنفس كل حاجه. بس يا دكتور والله انا متاكد من اللي انا بقوله لك ده مش تهيؤات. انا مره كنت ماشي في المول في الباركينج وببص كده على مرايه مدوره كده غريبه، لقيت نفسي مكعبر كده وشكلي غريب، وقعدت العب قدام المرايه كده ديت وقعدت اتحرك، لقيت شكلي غريب، شويه معدول وشويه مقلوب، انا مش فاهم حاجه. هقول لك في مرايات، في حاجه اسمها كونكيف ميرور وكونفكس ميرور، هناخدهم بالتفصيل في يونت 2، وهنفهم ليه شكلك بيبقى غريب في بعض المرايات، مش في كل المرايات. المرايات اللي عندنا في البيت مرايه عاديه بتطلعك بشكلك الطبيعي، انما في مرايات هتطلعك مقلوب، في مرايات هتطلعك صغير، في مرايات هتطلعك كبير. زي مثلا غطا الحله او زي المعلقه. امسك المعلقه، طبعا المعلقه ليها ناحيتين، الناحيه اللي احنا بناكل منها بتبقى داخله كده لجوه، لو بصيت على شكلك هتلاقي استغفر الله العظيم شكل غريب قوي. طب لو قلبت المعلقه على ظهرها وبصيت، استغفر الله العظيم برضو شكل اغرب. يعني هو في الحالتين شكل غريب. ليه؟ لان دي حاجه اسمها كونكيف ميرور وكونفكس ميرور بتلعب معانا شويه العاب كده مختلفه، هنعرفها مع بعض في يونت 2. فاحنا في يونت 2 هنتكلم عن المرايه العاديه اللي في اوضتك واللي في الحمام، وهنتكلم عن المرايات اللي بتطلع شكلك غريب. تعالى بصي هنا كده، ده طلع اهو بص قدام المرايه، دي مرايه معلقه، شويه شاف نفسه عادي، بعد شويه عنها لقى نفسه اتقلب فاتخض، قال المرايه دي ملبوسه ولا ايه؟ فاحنا طبعا هنفهم مع بعض في المنهج بتاعنا، هنفهم ليه لما ببص في المعلقه او ببص في بعض المرايات ممكن تقلب لي شكلي، ممكن تغير لي شكلي، تبين لي صغير، تبين لي كبير. هنفهم كل ده مع بعض. كده اتكلمنا عن اللايت ريفليكشن. في بقى حاجه تانية كان اسمها لايت ريفراكشن، افكرك بيها برضو درستها قبل كده. لايت ريفراكشن لما بنحط قلم في كوبايه نصها ميه، فبيبان القلم كانه مكسور. ليه كانه مكسور؟ اصل انت درست قبل كده انه اللايت بيبقى ماشي في الهواء بسرعه معينه، ولما يمشي في الميه بيمشي بسرعه تانية، فلما بيغير سرعته بيزعل وبيتكسر وبيغير الدايركشن بتاعه، وده اسمه ريفراكشن، هناخده بالتفصيل. بس انت دلوقتي يعني
القصه بتاعت الريفراكشن نفسها مش هنتكلم عنها بالتفصيل قوي قوي قوي، احنا هنتكلم عن حاجه تانية. هنتكلم على عينينا. عينينا دي فيها لينس، دي لينس، دي عدسات. فاحنا عندنا لينسز في عينينا، وهنعرف يعني ايه اللينسز اللي هم بيلبسوها كده، اللي هي البلاستيك اللي بتتلبس بقى الملونه والحاجات ديت. في طبعا منها بيبقى نظر. وهنتكلم عن النضارات، وهنتكلم ان ليه في ساعات حد بيشوف الحاجات البعيده كويس قوي وما بيشوفش الحاجات القريبه، او حد بيشوف الحاجات القريبه دي يجي مثلا يقرا مجله او حاجه تلاقيه بيقرب الكتاب منه كده، لازم يشوف الحاجه وهي قريبه. هنعرف يعني ايه قصر نظر، اللي هو قصر النظر وطول النظر، يعني ايه شورت سايتدنس، يعني ايه لونج سايتدنس. الكلام ده كله هنتكلم عنه في التفصيل. يبقى يونت 2 بتتكلم عن حاجتين، بتتكلم عن اللايت، واللايت بيعمل حاجتين، بيعمل ريفليكشن وبيعمل ريفراكشن. تاني اللايت بيعمل ايه؟ حاجتين، بيعمل ريفليكشن وبيعمل ريفراكشن. ريفليكشن يعني زي الكوره بتخبط وبتعمل ريتيرنينج باك، اللايت هو كمان هيخبط وهيعمل ريتيرنينج باك. فهو كده عمل ريفليكشن. ريفليكشن دي هناخد فيها الميرورز، هنعرف انواع الميرورز، وهعرف ازاي صورتي بتتكون في المرايه، وليه في مرايه عاديه صورتي فيها بتطلع طبيعيه، وفي مرايه مجنونه بتقلبني او بتكبرني او بتصغرني. كل ده هندرسه مع بعض في الميرورز في يونت 2. وهناخد كمان ان اللايت بيعمل ريفراكشن. يعني ايه ريفراكشن؟ يعني في انسيدنت راي عادي زي ما كان عندنا في الريفليكشن انسيدنت، هنا برضو عندنا انسيدنت اهو، في عندي اللايت اهو نازل، ده انسيدنت راي. خلاص. وبعدين عندي كمان الريفراكتد راي. يبقى احنا هناخد في يونت 2 ازاي اللايت وهو نازل اهو اسمه انسيدنت غير الدايركشن، مش عمل ريتيرن باك. يعني انا لما كنت بتكلم على الريفليكشن، ده اللايت نزل كده وراح عامل ريتيرن باك تماما. انما هنا هو يا دوب كان ماشي كده، كل اللي عمله ان هو ايه؟ كسر، غير الدايركشن بتاعه. فده اسمه لايت ريفراكشن. وهندرس بقى اللايت ريفراكشن ده ايه تأثيره على عينينا، وايه تأثيره على النضارات، وازاي بنشوف بالنضارة، وايه مشاكل العين اللي هي اللايت، اللي هي بقى اللونج سايتدنس والشورت سايتدنس، قصر وطول النظر. يونت 2 حلوة جدا جدا جدا. طيب عندنا كمان يونت 3. يونت 3 بقى بتتكلم عن حاجة انتوا كلكم بتحبوها، اللي هي اليونيفيرس. طيب ايه بقى اليونيفيرس؟ اللي هو الكون كله. انا هسألك سؤال، انت عايش فين؟ هتقولي انا قاعد بتفرج عليكي دلوقتي من بيتنا. هقولك تمام، وبيتكو ده موجود فين؟ هتقولي موجود في مصر. ماشي، ومصر دي موجودة فين؟ موجودة على بلانيت، كوكب اسمه الارث. فهمت يا دكتور، انت عايزة تقولي ايه؟ عايزة تجيبي سيرة السولار سيستم اللي احنا درسناه قبل كده. برافو عليك، الله ينور عليك. احنا كنا بنتكلم ان احنا عندنا سولار سيستم. كان ايه السولار سيستم ده؟ كان عندنا الصن اللي هي طبعا عبارة عن ستار، والصن دي بيبقى حواليها بلانيتس، طبعا عندنا 8 بلانيتس، وطبعا بيبقى في عندهم المونز بتاعتهم البلانيتس ديت، وفي ستارز تانية موجودة. طيب يبقى انت عايش في واحدة من البلانيتس اللي موجودين في السولار سيستم. السولار سيستم بتاعنا ده قالك هو انت فاكر ان الشمس دي مثلا حاجة ضخمة قوي؟ قالك لا، هي الشمس مبدئيا ستار زيها زي الستارز الصغيرة اللي انا رسماها دي، بس يمكن هي مثلا ايه اقرب لنا شوية فبتبان اكبر شوية. طبعا في ستارز اصغر من الشمس وفي ستارز اكبر من الشمس، هي تعتبر ميديوم سايز، تعتبر حجمها متوسط. المهم يا سيدي ان زي ما الصن في حواليها شوية بلانيتس لمت شلة كده حواليها وعملت سيستم اسمه السولار سيستم، في كمان ستارز تانية لموا شلة حواليهم وعملوا سيستمز تانية. كل السيستمز دي بتتجمع مع بعض في حاجة اسمها جالاكسي، واحنا عندنا جالاكسيز كتيرة. احنا الجالاكسي بتاعتنا اسمها الميلكي واي جالاكسي. طبعا كل الكلام ده هناخده بالتفصيل. بص يا سيدي اهو ادي ده كده هوت ايه، دي الصن،
سوري ايوه دي الصن اللي هي عباره عن ستار، وميركوري وفينوس وايرث. انت بقى المفروض ان انت عايش هنا اهو، انت عايش هنا اهو، ماسك موبايلك وبتتفرج عليا. انت موجود على الارث بلانيت اللي موجوده في السولار سيستم. وطبعا زي ما قلنا انه سيستم يعني ستار عملت شله لمت شويه بلانيتس حواليها. اللي انت شايفه ده جالاكسي اسمها ميلكي واي جالاكسي، احنا عايشين فيها. دي الجالاكسي بتاعتنا ميلكي واي جالاكسي. تمام كده؟ طبعا في جالاكسيز تانية كتير. احنا بقى هندرس يعني ايه جالاكسي، وهندرس بقى حاجة مختلفة شوية عن اللي انت درسته زمان. يعني انت زمان لما كنت بتدرس اليونيفيرس والبلانيتس كنت بتدرس الفرق بين البلانيتس، وده عنده مية وده عنده هواء وده عنده سقعة وده عنده حر وده عنده مش عارفة ايه. لا، احنا بقى السنة دي في اليونت دي هنتكلم عن حاجة مختلفة. ايه الحاجة ديت؟ نظريات. يعني ايه نظريات؟ يعني شوية ساينتست، شوية علماء بيتفقوا بيقعدوا يفكروا يا ترى هو ازاي اليونيفيرس ده ابتدى، مين اللي جه الاول، مين اللي اتعمل الاول، طب جه ازاي، طب عمل ايه. فهي شوية نظريات احنا هندرسها ونشوف رأي العلماء ان الدنيا دي اتعملت ازاي، او اليونيفيرس ده جه منين، والبلانيتس دي اتعملت ازاي، والقصص دي كلها. شوية نظريات خفيفة. هو يونت لذيذ جدا وهحفظه لك بطريقه سهله جدا وحلوه جدا في ساعتها لما نوصل لها. هتحب اليونت ديت برضو جدا جدا جدا. طبعا عشان اعرف اشوف اليونيفيرس واشوف الجالاكسيز واشوف الستارز هحتاج الاستاذ ده اللي اسمه تلسكوب، مش مايكروسكوب. مايكروسكوب ده اللي كنا بنبص بيه كده في اللاب على الحاجات الصغيره، ده اسمه مايكروسكوب. لا، تلسكوب ده بشوف بيه الحاجات البعيده اللي هي الستارز والحاجات البعيده اللي في الجالاكسي بتاعتنا. خلاص، يبقى انا كده يا شباب عندي حاجه اسمها يونيفيرس. احنا موجودين فين؟ يلا تعالى نقول. انا موجوده فين؟ موجوده في الاستوديو. الاستوديو ده فين؟ على الارث بلانيت. والارث بلانيت فين؟ في السولار سيستم. والسولار سيستم ده عباره عن الشمس اللي هي ستار لمت حواليها شله من البلانيتس وعملت سولار سيستم. جيرانها سيستم تاني، سيستم تالت، سيستم رابع. السيستمز دي كلها مع بعض عامله جالاكسي. الجالاكسي اللي احنا فيها اسمها ميلكي واي جالاكسي. مش لوحدنا، في جالاكسيز تانية كتير، وكل الجالاكسيز دي مع بعضها بتكون اليونيفيرس اللي في يونت 3 هنعرف اتكون ازاي وابتدى ازاي. نيجي بعد كده هنتكلم على يونت 4. يونت 4 لذيذة لذاذة. يا دكتور هو انت اليونتس كلها لذيذة لذاذة؟ طب والله العظيم اليونت كلها لذيذة لذاذة. كل اليونتس بتاعتنا حلوة جدا، وده احنا هنشتغل تجارب وهنشوف حاجات وهنلعب حاجات. بص هنعمل حاجات حلوة جدا، هتكتشف فعلا ان منهج الساينس ده اكتر حاجة حلوة في الدنيا. احنا هنتكلم دلوقتي عن الليفينج اورجانيزمز. يونت 4 بتتكلم عن الكائنات الحيه اللي ربنا خلقها. انت دلوقتي لو انا قلت لك جسمك بيتكون من ايه تقعد تفكر انا خدت الكلام ده قبل كده. طبعا ما هو يا ابني الساينس ده مبني على بعضه، لازم الكلام اللي انت خدته قبل كده هتاخده تاني وهتاخده تاني لما تكبر اكتر في ثانوي، وكل شويه بنزود عليه شويه معلومات. عشان كده لازم تبقى متأسس صح وفاهم صح. تمام؟ انا جسمي بيتكون من حاجه اسمها السيلز. سيلز كتيره مع بعض بتكون الجسم. طبعا الكائنات الحيه في عندنا هيومن، وفي عندنا انيمالز، وفي عندنا بلانتس، في عندنا بكتيريا. ايا كان الكائن ده مين فجسمه بيتكون من سيلز. دي شكل السيلز اللي موجوده عندنا وعند الانيمالز. طبعا اي سيل بيبقى عندها حاجه اسمها نيوكليوس، انت فاكرها النيوكليوس، وفي عندها زي ميه كده جوه السيل بنسميها سيتوبلازم. وعشان الميه والحاجات اللي جوه ما تدلقش على بره ربنا محوطها بحاجه زي كيس كده مثلا اسمه بلازما ممبرين او سيل ممبرين. يبقى تاني انا هقول حاجات كده بس اساسيه. اي سيل في الدنيا جواها كوره صغنونه اسمها نيوكليوس. واهو لو انا هرسمها كده اهو، تعالى ارسمها لك بطريقه بسيطه خالص.
ادي كده دي سيل. كل اللي جوه ده اسمه سيتوبلازم. اسمه ايه يا دكتور؟ سيتوبلازم. وكمان في كورة صغنونة اسمها نيوكليوس، هنتكلم عنها بعدين. وطبعا عشان الحاجات اللي جوه ما تدلقش، فربنا محاوط السيل بكيس او حاجة اسمها سيل ممبرين. دكتور هي ايه النيوكليوس دي؟ هقول لك بعدين. لا يا دكتور والنبي عندي فضول. يا سيدي هقول لك بمنتهى البساطة. النيوكليوس دي فيها حاجة اسمها كروموسومز. تسمع عن الدي ان ايه؟ تسمع عن الجينات. ليه انت مثلا لون عينك بني وشعرك مثلا اسود، وحد تاني لون عينه اخضر وشعره اصفر؟ ليه حد بيبقى طويل وحد بيبقى قصير؟ ليه حد بيبقى اشكالنا المختلفة ديت؟ بتبقى حاجة اسمها جينات ودي ان ايه وكروموسومز. دي بقى الحاجات دي بتبقى موجودة هنا جوه الكورة اللي هي النيوكليوس، وهنتكلم عنها بالتفصيل الترم ده والترم الجاي ان شاء الله. خلاص؟ نفس الكلام اللي انا قلته ده بيبقى موجود برضو في البلانتس، بس بيبقى اسمها بلانت سيل. وطبعا احنا عارفين ان البلانت بيبقى فيها شوية اختلافات عننا. يعني مثلا البلانتس بتعرف تعمل فوتوسينثيز، تعمل اكلها بنفسها عشان عندها الحاجات الخضرة دي اللي اسمها كلوروبلاست. ما علينا، برضو عندها نيوكليوس وعندها سيتوبلازم وعندها بلازما ممبرين. فالمهم ان كل الليفنج اورجانيزمز يا دكتور لازم يكونوا بيتكونوا من سيلز. بس انا هسألك سؤال يخصك انت. هو انت دلوقتي لما اجي ان شاء الله اقابلك في السنتر هلاقيك اطول مني، انا عارفه كلكم بتبقوا اطول مني. هل حجمك ده هو نفس حجمك لما انت اتولدت؟ اكيد لا يا دكتور. انا اتولدت بيبي قد كده، وبعدين بقيت قد كده، وبعدين بقيت قد كده 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 لغايه ما بقيت اطول منك. يبقى اهو ده ليفنج اورجانيزم بيكبر، حجمه بيتغير. طيب انا هسألك سؤال، مش احنا قلنا ان جسمك بيتكون من سيلز؟ طيب السيلز الصغنونه، يعني عندك مثلا كنت صغير قد كده فعندك عدد معين من السيلز، انت كبرت اكيد السيلز عددها ايه؟ زاد ولا زي ما هو؟ اكيد زاد. امال الحته اللي كبرت فيك دي فاضيه ما فيهاش سيلز؟ اكيد فيها سيلز. طب حجمك زاد اكتر، يبقى اكيد في سيلز تانية جت. حجمك زاد اكتر يبقى في سيلز تانية جت. طب هتيجي بقى سيلز جديده منين؟ قالك يا دكتور ربنا خلق السيلز بتعرف تعمل حاجه مهمه قوي 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 اسمها سيل ديفيجن. يعني ايه سيل ديفيجن؟ يعني السيل الواحدة بتعرف تتقسم لاتنين، وبعدين كل واحدة فيهم تعرف تتقسم هي كمان وتديني اتنين، وكل واحدة فيهم تتقسم وتديني اتنين زيها بالظبط، ديني سيلز زيها بالظبط. اللعبة دي حاجة اسمها ميتوسيس، هناخدها بالتفصيل. يبقى تاني، انت كنت قد كده مثلا عندك 100 سيل. طب انت حجمك زاد فبقى عندك 200 سيل. جم منين السيلز الزيادة؟ بالميتوسيس. طب انت حجمك كان كده دلوقتي بقى كده، بقى عندك 300 سيل. جم منين السيلز الزيادة؟ قول معايا، بالميتوسيس. طب كان عندك 300 سيل بقى 400 سيل. جم منين السيلز الزيادة؟ سمعني، بالميتوسيس. برافو عليك. يبقى الميتوسيس هو حاجة اسمها سيل ديفيجن، كأنها كورة عجينة هنعمل منها بيتزا، فهنقسم الكورة كورتين، ده كده ميتوسيس. هنمسك كل كورة فيهم نقسمها كورتين، ده كده ميتوسيس، فبيكون لي سيلز جديدة. يبقى احنا مع بعض هنشوف ازاي الميتوسيس ده بيحصل عشان يكون لي بادي سيلز جديدة. كانت واحدة لقت نفسها طلع لها واحدة تانية وطلع واحدة تانية وهكذا. يبقى ادي السيل، وهندرس بالظبط ازاي الموضوع ده بيحصل. ادي السيل حصل لها ايه لحد ما بقت 2 شبهها بالظبط. هو ده اسمه ايه يا دكتور؟ تعالى كده اهو نكتب اسمه تاني. كان اسمه ايه؟ حد يفكرني. برافو عليك. دي حاجة بنقول عليها سيل ديفيجن، او النوع ده تحديدا بقول عليه
ميتوسيس. يبقى النوع اللي بيخليك تكبر، يبقى السيل ديفيجن معناها ان السيلز بتتقسم وتديني سيلز جديده. عندنا نوعين من السيل ديفيجن. النوع اللي انا بتكلم عليه اللي بيخليك تكبر ده اسمه ميتوسيس، اسمه ميتوسيس. خلاص، ده السيلز بتاعتك بتزيد، بتدي لك سيلز شبه بعض، وده بيخليك يحصل لك جروث. انت فضلت تكبر 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 وبقيت اطول مني وكبرت اكتر واكتر واكتر، وقررت ان انت هتتجوز. جيت لما اتجوزت خلفت نونة، ده اسمه ايه؟ اسمه ريبرودكشن. طبعا انت عندك فكرة عن الريبرودكشن، درسته قبل كده. الريبرودكشن ليه نوعين. نوع بيبقى sexual reproduction، بيحتاج ميل وفيميل، يعني بيحتاج حد واحد يتجوز واحدة، ده كده اسمه sexual reproduction عشان يخلفوا النونة الحلوة دي. خلاص، والنونة دي عشان تكبر محتاجة جسمها يعمل ايه؟ ها، برافو عليك، ده سؤال انت هتقوله لي. خلاص، هتقولي انت النونة دي عشان تكبر جسمها السيلز اللي فيه هيعملوا ايه؟ طيب، المهم يا سيدي، هل كل الريبرودكشن، يعني كل المخلوقات عشان تخلف وتطلع مخلوقات جديدة لازم تتجوز؟ يعني لازم يكون في شخص تاني معاها؟ لا. يعني مثلا البطاطساية، تعال نعمل مشروع بطاطس. انت عارف لو جبت بطاطساية واحدة زرعتها، اهي بطاطساية واحدة زرعتها، بص بقى ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، بص طلعت كام بطاطساية. خلي بالك ده مشروع زي الفل، يعني بص نقعد نحمر بطاطس وناكل وزي ناكل المشروع بتاعنا. هو ده يعتبر sexual reproduction؟ لا، انا قلت لك sexual يعني عايزه شخصين، 2 organisms، واحد ميل وواحده فيميل، دي بطاطسايه واحده، فده بنسميه asexual reproduction. طبعا في يونت 4 هندرس ازاي جسمي السيلز بتاعته بتكتر عن طريق السيل ديفيجن اللي هو ميتوسيس، وان انا عندي نوعين من الريبرودكشن، sexual reproduction وasexual reproduction، وهعرف الفرق ما بينهم. يبقى ده بمنتهى البساطه المنهج بتاعنا 4 يونتس. اول يونت كانت بتتكلم عن ايه؟ تعالى نراجع مع بعض سريعا. اول يونت كانت بتتكلم عن ايه؟ كانت بتتكلم ان الحاجات يا اما static يا اما في حاله motion، والحاجات اللي بتتحرك لما احب اوصف حركتها هوصفها هقول سريعه او بطيئه، يعني هشتغل بالسبيد، والسبيد ليها كلمة تانية اللي هي velocity، ماشي بسرعة وخلاص في أي اتجاه وخلاص، ده سبيد. ماشي بسرعة معينة بس أنا بقول لك الاتجاه المعين بتاعك، الدايركشن المعين بتاعك، يبقى دي اسمها velocity. طيب السبيد عبارة عن ايه؟ سرعتك عبارة عن ايه؟ عبارة عن المسافة اللي أنا مشيتها في وقت قد ايه؟ مشيت مسافة كبيرة في وقت صغير يبقى أنا راجل سريع. مشيت مسافة صغيرة وخدت وقت طويل يبقى أنا راجل بطيء. وقلنا السبيد مع الديستنس إيه؟ برافو عليك، دايركت ريليشن. يعني إيه دايركت ريليشن؟ يعني كل ما سرعتي زادت همشي مسافة أكبر. طيب وقلنا السبيد والتايم، التايم تحت السبيد فوق والتايم تحت، يبقى inversely relation، يبقوا عكس بعض. يبقى كل ما سرعتي زادت هحتاج لوقت اقل. يبقى كده يا دكاتره ده كان يونت 1. يونت 2 قلنا هنتكلم عن اللايت ريفليكشن، هنتكلم فيه عن الميرورز، المرايات، ونعرف شكلي بيبان قدامي في المرايه ازاي. وهنتكلم عن اللايت ريفراكشن، وده هنتكلم فيه عن عينينا بتشتغل ازاي وعن النظارات بتشتغل ازاي. يونت 3 بتتكلم عن اليونيفيرس، سولار سيستم، والبلانيتس والجالاكسي والتلسكوب اللي انا هشوف بيه. ويونت 4 هتتكلم عننا، عن جسمنا اللي بيتكون من سيلز، والسيلز ديت انا كل ما بكبر محتاجه سيلز اكتر تملى جسمي، والسيلز دي هتيجي منين؟ هتيجي عن طريق الميتوسيس. وقلنا ان احنا لما نكبر هنحتاج نتجوز ونخلف، ده اسمه ريبرودكشن. والريبرودكشن ليه نوعين، سيكشوال واسيكشوال. سيكشوال محتاجه 2، اسيكشوال حاجه لوحدها زي البطاطسايه. كل الحاجات دي معلومات قلناها بسرعه
وببساطه وهنحتاج لها في منهجنا، ودي اساس اللي احنا هنشتغل عليه في الفور يونتس بتاعتنا في الترم الاولاني. انت طالما وصلت لغايه هنا في الحلقه ديت، يبقى انا دلوقتي هسالك سؤالين تجاوبهم لي، ودي مسابقه بتاعتنا وهنكسب فيها فلوس كتير. ايه شرط المسابقه؟ هتكتب لي الاجابه على السؤال او السؤالين اللي انا هقولهم، هتكتب لي الاجابه في كذا كومنت وتعمل شير للفيديو وتعمل منشن لاصحابك. طبعا اللي هيجاوب هنختار كذا حد هيكسب وهنكسبه فلوس، وهنقول هنكسبه كام، وهنقابل حبايبنا دول واللي كسبوا والفايزين ونسلمهم جوائزهم. لو حد من ولادي اللي ساكنين في اماكن بعيده واللي هياخدوا معانا اونلاين، يبقى احنا في الحاله دي هنبعت لهم المكسب بتاعهم، الهديه بتاعتهم هنبعتها لهم على الموبايلات، تقلقوش يعني هنوصل لكم الجوائز بتاعتكم. اول سؤال عايزاك تقول لي، لما بنركب العربيه بيبقى في حاجة في العربية بنعرف منها سرعة العربية، اسمها ايه الحاجة دي؟ تاني سؤال عايزاك تقولي، لو عربية ماشية بسرعة 120 كيلومتر في الساعة، 120 كيلومتر بير اور، يعني ايه؟ يعني ايه عربية ماشية بسرعة 120؟ يعني انت لو قاعد دلوقتي جنب حد بيسوق وشفت الجهاز اللي مكتوب عليه الارقام بتاعة السرعة ولقيته مشاور على 120، يعني ايه 120؟ العربية دي بتعمل ايه عشان اقول ان سرعتها 120 كيلومتر بير اور؟ ده كده اول سؤال. تاني سؤال تقول لي ايه اسمها الحاجة اللي هتخلي بيبي وزنه 5 كيلو جرام يكبر ويبقى وزنه يبقى بيبي حلو كده كبير عنده مثلا وزنه 30 كيلو جرام؟ اسمها ايه الحاجة اللي حصلت في جسمه وخلت حجمه يعرف يزيد؟ هجاوب لي السؤالين دول في الكومنتات، وهتعمل كذا كومنت عشان نعرف نختار بقى اللي كتبوا كومنتات اكتر، وتشير الفيديو لاصحابك وتعمل لهم منشن عشان كلهم يستفيدوا من الفيديو. ده كان زي ما قلنا كده معلومات اساسيه سريعه هنحتاج لها. بحبكم جدا 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 ومتشوقه جدا ان انا اشوفكم كلكم ان شاء الله قريب، واشوفكم على خير يا دكاتره الشهاده الاعداديه. دكتور ناهد محمد.